شباب السلام عليكم. الصورة تمام برضو ولا فيها أي مشكلة لحد الآن يعني؟ أبعادها مظبوطة؟ لا تمام. تمام. طيب، كنا المرة اللي فاتت أخدنا الغدة الدرقية، تمام، واخدنا التنبيه اللي بيجي لها من الغده النخاميه وايه الامراض الناتجه او الحالات المرضيه الناتجه عن خلل في افرازاتها، وعرفت ازاي اعرف احدد اذا كان الحاله المرضيه ناتجه عن خلل فيها هي ولا الخلل ده اصلا في الغده النخاميه. خلاص. طيب، النهارده بقى هنبدا في تاني غده وهي الغده جارات الدرقيه، وهنشوف هي اتسمت بالاسم ده ليه. وكنا اخدنا ملحوظه كده المره اللي فاتت، قلنا ان الخلايا اللي بتفرز الثيروكسين اللي موجوده جوه الدرقيه كانت خلايا من انه نوع او بتعمل شكل ايه؟ حويصليه. برافو عليكي. وقتها قلنا ان الخلايا الحويصليه دي هي اللي بتفرز الهرمونات بتاعت الغده الدرقيه كلها ولا هرمون واحد؟ هرمون واحد. ودي وقتها قلنا ان هي اللي بس اللي بتقع تحت تاثير التي اس اتش. قلنا ان الهرمون التاني اللي هو هرمون الكالسيتونين ده ملوش علاقه بالخلايا الحويصليه. الصوت بيقطع عند الكل؟ لا انا عندي مظبوط عندي. تمام. بصي يا شهد، اطلعي وادخلي تاني عند زمايلك، تمام، يبقى المشكله عندك يا حبيبي. خلاص. طيب، هنبدا بقى نشوف الكالسيتونين ده وليه احنا اجلنا له الحصه دي. الكالسيتونين يا شباب شغله بيكون مضاد لشغل هرمون تاني بتاع غده تانيه اصلا. الغده التانيه دي اللي هي جارات الدرقيه، اتسمت بالاسم ده ليه؟ علشان هي جاره الغده الدرقيه، قاعده جنبها ازاي؟ كنا قلنا المره اللي فاتت ان الغده الدرقيه تتكون شكلها ايه وتتكون من ايه؟ فصين بينهما برزخ. فصين بينهما ايه؟ بينهما برزخ. برافو عليكي. وقلنا بتكون ملاصقه للقصبه الايه؟ للقصبه الهوائيه. قال لك بقى لما احنا نيجي نبص على الغده الدرقيه من ورا، هي المفروض بتبقى على القصبه الهوائيه من قدام عامله كده، فانا لما اجي ابص لها منظر امامي هشوفها كلها. لو جيت بصيت لها منظر خلفي هشوف جنابها بس، وفي النص هشوف القصبه الهوائيه، فانا هشوف جناحاتها. لو انا ببص لها من ورا هشوف جناحاتها كده، يبقى كده ده منظر خلفي. خلاص. طيب، قال لك لما جينا نبص في منظر خلفي للغده الدرقيه لقينا ان الفصين بتوعها كل فص من دول الجزئين بتوعها كل جزء من دول عليه فصين. الجزئين دول كل جزء عليه فصين، يبقى كلهم 4 فصوص. قال لك دول كده الجزئين بتوع الغده الدرقيه، ده جزء من بتوع الغده الدرقيه. طب والفصين دول؟ قال لك الفصين دول فصين غده جارات درقيه. يبقى انا كده اللي انا اعرفه ان الغده الجارات الدرقيه عندها 2 على جزء من الغده الدرقيه و2 فصين على الجزء الثاني، يبقى هي كلها كام فص؟ 4 فصوص. بتبقى تحديدا مدفونه على الناحيه الخلفيه للغده الايه؟ للغده الدرقيه. طيب، الهرمونات اللي بتفرزها كل غده من دول، قال لك الاثنين دول الهرمون اللي بتفرزه الغده الدرقيه اللي هو اسمه الكالسيتونين، والهرمون اللي بتفرزه ال4 فصوص بتوع جارات الدرقيه، وده الهرمون الوحيد اللي بتطلعه جارات الدرقيه، اسمه الباراثورمون. قال لك الهرمونين دول هما الاثنين يمثلوا ميزان الكالسيوم في الجسم بتاعي. طيب، انا طبعا المشهور عن الكالسيوم ان انا عارف ان الكالسيوم ده اصلا موجود فين في جسمي؟ في العظام. ده المشهور عنه. انا بقى هقول لكم النهارده ان الكالسيوم ده هو مخزنه العظام، يعني المكان اللي بيعتبر كمخزن احتياطي انا هلجأ له لما جسمي يقل الكالسيوم فيه. ازاي جسمي يقل الكالسيوم فيه؟ الدم اصلا فيه كالسيوم. انا لو تفتكروا الفصل الاول هل جبنا سيره الكالسيوم؟ ايوه لما كان التشبك العصبي. ايوه، كان بيعمل انفجار للحويصلات الحامله للنواقل العصبيه، كان يكون الروابط المستعرضه، كان بيساعد على كشف مواقع الارتباط المخصصه للروابط المستعرضه على خيوط الاكتين. يبقى كده الجهاز العصبي يحتاجه عشان تتفجر الحويصلات وينتقل السيال.
والجهاز العضلي يحتاجه عشان روابط المستعرضه تتكون. يبقى انا كده اقدر اقول ان انا كجهاز العصبي عشان يشتغل وجهازي العضلي وطبعا اجهزه تانية ومش مقرره عليا تشتغل محتاجه لمين؟ كالسيوم. يبقى هو لازم يكون متوفر في الدم عشان الدم يشيل الكالسيوم ده ويروح يوزعه للاعضاء دي للاجهزه دي عشان تشتغل. طيب يبقى انا كده المفروض ان الاساس الدم ماشي فيه الكالسيوم. لو الدم كالسيوم بتاعه قل اللي بيتوزع للاجهزه اللي محتاجاه بنروح للعظام ونقول لها يا مخزن طلع لي كالسيوم من اللي عندك علشان اقضي بيه الاحتياجات بتاعتي. الحته دي مفهومه ولا فيها مشكله؟ ها خلاص. طيب روح قال لك ايه، نركز بقى. الكالسيتونين ده بيعمل ايه للكالسيوم، والبارا هرمون بيعمل ايه للكالسيوم. قالك الكالسيتونين ده وظيفته ان هو لما يلاقي الكالسيوم في الدم عالي، ما الطبيعي ان انا لازم الكالسيوم اي نعم جسمي محتاجه والاجهزه محتاجاه ولازم يكون موجود في الدم عشان يتوزع على الاجهزه اللي محتاجاه، بس لازم يكون بنسب معينه. لو زادت النسب المعينه دي هيعمل حاله مرضيه. فلازم يكون في حد يشتغل على ان هو لو زاد عن الطبيعي هرمون يقلله، ولو قل عن الطبيعي الهرمون تاني يزوده. راح قال لك الكالسيتونين وظيفته الاساسيه ان هو يقلل لي الكالسيوم في الدم، بس يقلله لحد ما يوصله لفين؟ ها، للمعدل المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي. برافو عليك. طيب قال لك الباراث هرمون بقى بيعمل العكس، وظيفته ان هو يرفع نسبة الكالسيوم في الدم، بس يرفعها امتى؟ عشان يعليها للمعدل الطبيعي. طيب انا ده كده لما اقول لكم ما تأثير الهرمون، يعني الهرمون بيعمل ايه، لكن لما اقول لكم ما الذي يحفز افراز الهرمون، يعني انا هحتاجه امتى. قلنا اللي يحفز افراز الهرمون لما جسمي يكون في حالة نفس ولا عكس؟ عكس. يبقى ايه اللي يحفز افراز الكالسيتونين؟ لما يكون الكالسيوم في الدم عالي علشان يعمل ايه هو فيه؟ علشان يقلله. يبقى ارتفاع الكالسيوم في الدم، ارتفاع كالسيوم الدم يحفز افرازه علشان يعمل ايه؟ يقلله عشان يوصله لمين؟ للطبيعي. صعبة دي؟ طيب العكس بقى، امتى جسمي يفرز باراث هرمون؟ لما يكون كالسيوم الدم ماله منخفض، يروح جسمي ده يحفز افراز باراث هرمون علشان يعليه يوصله ليه الطبيعي. خلاص. يبقى انا كده اللي يحفزه لما جسمي يكون في حاله عكس اللي الهرمون هيعملها، ده عمل الهرمون. خلاص. طيب بيعمل شغله ده ازاي؟ يعني انا الكالسيتونين ده ازاي بيقلل لي الكالسيوم اللي في الدم؟ المفروض ان انا دلوقتي عندي كالسيوم عالي وكفايه في الدم، ينفع انا بعد ما يبقى الكالسيوم عالي في الدم اروح اسحب من العظام اللي هي المخازن واعلي اكتر، ولا المفروض اقفل المخازن؟ اقفل المخازن. طيب ينفع ان انا يبقى عندي الدم بتاعي مليان كالسيوم وكل كمية الكالسيوم اللي اكلها تروح يحصل لها امتصاص اول باول من الامعاء وتروح للدم، ولا عايزين نقلل معدل الامتصاص بتاع الكالسيوم شوية؟ انا مش محتاجه. مش محتاجه. طيب ينفع كل كمية الكالسيوم اللي تروح للبول نعمل لها اعادة امتصاص وترجع، ولا كل الكمية اللي تروح زي ده احنا عاوزين نعمل لها ايه؟ نعمل لها اعادة امتصاص. لا مش احنا مش هي زيادة، مش عايزين، هي زيادة يبقى نعمل لها ترشيح مش اعادة امتصاص، لان هو عاوز يعمل ايه؟ يقلل الزيادة، يبقى هو عايز يتخلص. صح؟ يبقى ايه الحاجات اللي يعملها عشان يتخلص؟ قالك اول حاجة بيروح يقلل معدل امتصاص الكالسيوم من الامعاء. ادي واحد. يروح للكلى بقى يزود اعادة الامتصاص ولا التخلص؟ التخلص. انا عايز اخلص منه لان هو اصلا اوريدي هو زيادة واحنا عايزين ايه؟ نقلله.
يزود من معدل تخلص من الكالسيوم في الكلى. الحاجات دي زيادة بس هتلاقوها في الأسئلة عادي. خلاص؟ طيب يروح بقى للعظام، يحفز سحب الكالسيوم من العظام للدم ولا يمنع سحب الكالسيوم من العظام؟ صوب يقطع؟ يمنع سحب الكالسيوم من العظام. يمنع سحبه. انا دلوقتي عندي الكالسيوم عالي وعايزه اقلله، اروح اقفل المخازن ولا افتحها؟ اقفل المخازن. يبقى يعمل على منع سحب الكالسيوم من العظام الى الدم. تمام. طيب اكيد الباراسيرمون هيعمل ايه؟ العكس. الباراسيرمون وظيفته ان هو الكالسيوم كان عندي قليل، هو اتفرز علشان يزوده. يبقى اي كمية كالسيوم اكلها في الاكل بتاعي هيجري يعمل لها ايه؟ امتصاص. يبقى يزود من معدل امتصاص الكالسيوم في الامعاء. والكالسيوم اللي يروح للكلى يقول لها خلصيني منه ولا رجعيه انا محتاجه عشان انا عايزه اعلي الكالسيوم؟ رجعيه. يبقى يزود معدل اعادة امتصاص الايه؟ الكالسيوم في الكلى. ويروح للمخازن يقول لها اديني شوية من الكالسيوم اللي متخزن عندك علشان الكالسيوم اللي شايفه في الدم قليل وعايز اعليه. يبقى يحفز سحب الكالسيوم من العظام. برافو عليك. يحفز سحب الكالسيوم من العظام. طيب كون ان الباراسيرمون بيسحب الكالسيوم من عظمي، هو ده ما يضرنيش؟ هو ما يضركش غير في حالة واحدة. ايه؟ قال لك والله مع ربنا عمره ما خلق حاجة فينا ممكن تضرنا. انت لو عملت تقصير مع نفسك هو دي الحاجة اللي ممكن تضرك وهيكون السبب انت. ايه بقى؟ قال لك ان الجسم سواء كان الكالسيتونين او الباراسيرمون في شغلهم لما يروحوا يشتغلوا بيسيبوا العظام اخر حاجة. بيسيبوا العظام دي اخر حاجة في الشغل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا لو انت مثلا بتاكل كالسيوم، وليكن مثلا عايزه اعلي الكالسيوم اللي في الدم، انت بتاكل كالسيوم وراح الباراسيرمون راح اول حاجه للامعاء بتاعتك وعمل امتصاص للكالسيوم اللي موجود فيها. لو كميه الكالسيوم اللي انت واكلها كفايه وقتها يبقى تاثيره على الامعاء كان كافي ان هو يعلي الكالسيوم يوصله لمين؟ للطبيعي. هل بقى وقتها مضطر ان هو يروح للعظام ويسحب منها ولا خلاص اللي انت اكلته كان كفايه؟ خلاص كان كفايه. يبقى انا بقى لما ما اكلش كالسيوم ايه اللي يحصل؟ الباراسيرمون يروح للامعاء عشان يعمل امتصاص للكالسيوم، مفيش. يبقى برضو الكالسيوم مش هيتظبط. يروح للكلى. الطبيعي انت ما اكلتش كالسيوم يبقى جسمك مش هيرشح كالسيوم. هيروح للكلى في كالسيوم؟ لا مفيش كالسيوم عشان نعمله اعاده امتصاص اصلا. انا ما قداميش بقى غير ان انا اروح فين؟ عند العظام اروح اسحب منها. علشان كده قلة تناول جرعات مناسبة من الكالسيوم مع مرور الوقت بيعمل هشاشة. ليه؟ انت خليت مفيش قدام الباراسيرمون غير ان هو يروح لعظمك ويسحب منه. لو انت كنت واكل كويس كميات كالسيوم كان اول تأثير هيعمله الباراسيرمون هيظبط بيه الكالسيوم، ما كانش مضطر او مش محتاج ان هو يروح للتأثير التاني. تمام؟ طيب يبقى انا كده أركز في الحالات المرضية اللي ممكن تحصل لو حصل مشكلة مثلا في إفراز الباراسيرمون. بمعنى إن لو زاد إفرازه عن الطبيعي أو لو قل إفرازه عن الطبيعي. لو زاد إفرازه عن الطبيعي هيروح يعمل الوظيفة بتاعته بطريقة أوفر. بمعنى إيه؟ يعني أنا عندي باراسيرمون كتير، اللي هيحصل إيه؟ هيعلى الكالسيوم في الدم كتير ويحصل ايه للكالسيوم اللي في العظام؟ يسحبه كله. ده بقى يترتب عليه تأثير على كل من حد. هيقول لي يا مس طب ما كده الجهاز العصبي هيبقى شغال مبسوط والعضلي مبسوط، الكالسيوم متوفر له هو عالي في الدم. قال لك المشكلة اي نعم متوفر لهم الكالسيوم
بس الكالسيوم لما يزيد قوي في الدم بيروح يترسب في الكلى ويعمل حاجة اسمها حصوات كالسيوم. يبقى زيادة إفراز الباراسيرمون عن المعدل الطبيعي، زيادة الإفراز عن المعدل الطبيعي، قلنا ده هيؤدي إلى حاجتين: ارتفاع نسبة الكالسيوم في مين؟ في الدم. وانخفاضها في مين؟ في العظام. في العظام. قالك ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم دي هتروح تعمل تكوين حصوات، هتلاقوها في الأسئلة بس ممكن ما تلاقوهاش في الحل، حصوات كلى اسمها كريستالات أو حصوات كالسيوم. خلاص؟ طيب لو قل قوي في العظام، احنا بنسمع ان هذه حاجة اسمها ايه؟ هشاشة. هو ايه الفرق ما بين هشاشة وخشونة وليونة عشان نبقى عارفين؟ خشونة دي اللي بتيجي في المفصل لما السائل الزلالي اللي فيه مش بيبقى موجود ويبدأ يحصل تآكل للغضاريف والعظام اللي موجودة في منطقة المفصل، دي كده اسمها خشونة. هشاشة واليونة دي الحاجة اللي تحصل للعظم نفسه مش المفاصل اللي ما بين العظام. طب امتى يحصل هشاشة وامتى يحصل ليونة؟ قالك الهشاشة دي لما انا اكون كبرت وكان عظمي كويس، بس بعد ما كبرت وبعد ما عظمي اتكون وبقي يعني مستقيم وكان عنده صلابة معينة، بدأ يتسحب الكالسيوم منه، بيبدأ يتفرغ من جوه وبيبقى عامل شكل الاسفنجة كده، ده كده اسمها هشاشة، وده وقتها بيؤدي إلى سهولة الكسر. طيب ليونة دي لو الطفل من صغره وهو عظامه بتتكون ما فيهاش كالسيوم، ده اللي يؤدي إلى تقوس العظام، فوقتها الطفل اللي عنده نقص كالسيوم حاد وهو صغير وقتها عظمه مش بيبقى فيه الصلابة الكافية اللي تخليه ينمو مستقيم كده، فيخلي الطفل وزنه يؤدي إلى تقوس الايه؟ تقوس العظام. يبقى احنا كده نخلي الإجابة بتاعتنا دقيقة. نقص الكالسيوم في العظام لو أنا في بلوغ يؤدي إلى هشاشة، لو أنا في مرحلة طفولة يؤدي إلى ليونة. الليونة يترتب عليها تقوس، والهشاشة يترتب عليها سهولة ايه؟ كسر. خلاص يا شباب؟ تمام؟ طب يا مس لو حصل العكس، يعني لو قل افراز الباراسيرمون عن المعدل الطبيعي، يعني ما بقيش جسمي يطلع باراسيرمون، في الحالة دي ايه؟ لما الكالسيوم في جسم الدم بتاعي يقل عمره ما ايه؟ هيعلى. فكده معناها ان انا هيفضل عندي الكالسيوم في الدم على طول ايه؟ منخفض. فقال لك ده هيؤدي الى انخفاض نسبة الكالسيوم في الدم. طيب وايه المشكلة؟ هنا في الحالة دي مين اللي هيتأثروا؟ الأجهزة اللي كان المفروض الدم يروح لها محمل بالكالسيوم عشان تشتغل، اللي كان جهاز مين وجهاز مين؟ عصبي وعضلي. برافو عليك، وعصبي وعضلي. قال لك الأعراض اللي هتبدأ تظهر على الجهاز العصبي عشان الكالسيوم اللي راح له قليل، قال لك توتر وسرعة انفعال. توتر زائد سرعة انفعال. قال لك والأعراض اللي هتبدأ تظهر بقى على الجهاز العضلي تشنجات عضلية مؤلمة، في مشكلة، في ايرور حصل في الشغل بتاعه علشان في مشكلة في تكوين الروابط المستعرضة. تشنجات عضلية مؤلمة. طيب نركز انه الجهاز العصبي بتظهر عليه اعراض بسبب خلل في الباراسيرمون، وبتظهر عليه اعراض برضو بسبب مرض التضخم الجحوظي اللي كان نتيجة زيادة الثايروكسين. يبقى انا كده الاحظ ان الجهاز العصبي بيتأثر نتيجة زيادة افراز هرمون ونقص افراز هرمون. زيادة افراز الثايروكسين بيعمل تضخم جحوظي وتهيج عصبي، بيخلي الواحد بينفعل بسرعة وعنده نوع من انواع عدم تحمل لاي ضغط عصبي، يعني بيتنفس بسرعة، بمعنى اصح خلقه ضيق. ده كان في ايه؟ في التضخم الجحوظي اللي هو ارتفاع منسوب الثايروكسين. طيب هنا بقى الباراسيرمون لما يقل يأثر لي على الجهاز العصبي، بس الأعراض مختلفة شوية، توتر وسرعة انفعال، يعني على طول أحس إن هو قلقان متوتر. خلاص؟ طيب ده كده بالنسبة للباراسيرمون لو زاد عن المعدل الطبيعي إفرازه أو قل عن المعدل الطبيعي إفرازه. يجي يجيب لك سؤال ويقول لك شخص كان بيعاني من تضخم جحوظي
رحنا عملنا له استئصال غده. من الرسمه اللي رسمناها على الغده جرات الدرقيه، هي مغروزه في مين؟ في الدرقيه. طيب يبقى انا لما اروح اعمل عمليه واشيل الدرقيه، هل كده في مكان هتقدر تقعد عليه الغده جرات الدرقيه، ولا انا مش مضطره اشيلها معاها؟ مضطرين ان احنا نشيلها معاها، هيتشالوا مع بعض. طيب لو اتشالوا هما الاثنين مع بعض كده، ايه بالنسبه لافراز الباراسيرمون؟ مفيش. وقتها ايه اللي يحصل للكالسيوم اللي في الدم؟ هيقل جدا، لان هو اللي كان بيعليهولي، اللي بيعلي لي الكالسيوم في الدم مش موجود، يبقى عمر الكالسيوم اللي في الدم ما هيعلى. فبيقول لك ساعات يجي يسالك يقول لك على الرغم من ان الشخص كان عنده زياده افراز هرمون الثيروكسين وعنده تضخم جحوظي، انا لما عملت له عمليه وشلت له الغده الدرقيه ظهرت عليه اعراض نقص كالسيوم. تقول له علشان اصلا لما انا شلت الغده الدرقيه شلت معاها جرات الدرقيه، مما ادى لانخفاض الباراسيرمون ونقص الكالسيوم في الدم، واللي من اهم اعراضه توتر عصبي، توتر وسرعه ايه؟ وسرعه انفعال. خلاص تمام. طيب ده كده بالنسبه للكالسيتونين والباراسيرمون. العلاقات البيانيه بقى بيحبها قوي في الرسمتين دول. انا هرسم رسمتين ولا حاجه بس وانتوا خلاص عرفتوا القاعده. لما احط مثلا الباراسيرمون هنا واحط الكالسيوم في الدم هنا، ولما احط العكس الكالسيوم في الدم هنا واحط الباراسيرمون هنا، قلنا لما نيجي نقرا بنحط قبل اللي موجود على الافق كلمه بزياده افراز الباراسيرمون اللي يحصل للكالسيوم اللي موجود في الدم يزيد، هو بيزوده. طيب لما الكالسيوم اللي في الدم بتاعي يزيد، جسم يعمل ايه للباراسيرمون؟ يقلله. انا كده كده خلاص الكالسيوم اوريدي زاد، انت كنت بتزود، ينفع الكالسيوم يبقى عالي جسم يفرز هرمون يعلي اكتر؟ لا، يبقى يقلل. خلاص تمام. طيب لو انا بتكلم على الكالسيتونين والكالسيوم اللي في الدم، بزياده افراز الكالسيتونين يقل لان هو وظيفته ان هو يقلل الكالسيوم اللي في الدم. طيب لما الكالسيوم اللي في هنا الكالسيوم في الدم وهنا الكالسيتونين، نقول بزيادة الكالسيوم في الدم انا جسمي محتاج ان انا اقلله، يبقى افرز الهرمون اللي يقلله الكالسيتونين. خلاص يا شباب. طيب ده كده يا شباب فيما يخص العلاقات البيانية. انا طبعا هبعت لكم علاقات بيانية كتير هومورك تحلوها، يعني تقريبا هتبقى العلاقات البيانية اللي في الفصل كله. خلاص هكتب اللي على الافق واللي على راسي وهسيب البياني. خلاص ده هيبقى زي ايه؟ زي واجب كده يتحل على الحصة الجاية. خلاص. طيب انا هنا شفت سيرة الكالسيوم، وشفت سيرة الكالسيوم دي برضو الحصة اللي فاتت في فين؟ الفصل اللي فات في عمل الجهاز العصبي وعمل الجهاز الايه؟ وعمل الجهاز العضلي. طيب فهم يجي يسألني بقى ما الهرمونات التي تؤثر على انتقال السيال العصبي؟ انتقال السيال العصبي كان السبب فيه ان الحويصلات تنفجر، صح؟ يبقى الحويصلات علشان تنفجر كانت محتاجه مين؟ كالسيوم، لان كمان شويه هاخد هرمون ما الذي يؤثر على استجابه العضله للسيال. انا علشان السيال ينتقل كان ايه اللي بيحصل؟ الاستايلكولين يروح. عشان الاستايلكولين يروح كان ايه اللي لازم يحصل؟ الحويصلات مالها تنفجر. كان مين بيفجرها؟ الكالسيوم. خلاص. يبقى انا انتقال السيال العصبي مسؤول عنه كالسيوم، يبقى يأثر فيه هرمونات الكالسيتونين ومين؟ والباراسيرمون. لكن المسؤول عن استجابة العضلة للسيال ان هي يدخلها صوديوم وتتحول الخارجي سالب والداخلي موجب. الصوديوم ده بقى هرمون تاني اللي بيأثر عليه. خلاص يا شباب. طيب يبقى انا المسؤول عن الهرمونات دي تؤثر، او الكالسيوم ده لما يجي يقول لي الايون الذي يؤثر على انتقال السيال العصبي هيبقى كالسيوم، يبقى الهرمونات اللي بتأثر عليه كالسيتونين وباراسيرمون. خلاص يا شباب. خدوا سكرين. اخدتوها؟ طيب نيجي بعد كده على الغدة الكظرية، ونركز في الغدة الكظرية كويس.
لان الغده الكظريه فيها تغذيه ورجعه ايجابيه وتغذيه ورجعه سلبيه، نفس النظام بتاع الغده الدرقيه، لان هي بيجي لها هرمون ايه من الغده النخاميه؟ ها ACTH. برافو عليك، ACTH. خلاص طيب، كان وقتها بينبه الغده الكظريه كلها ولا كان مكان محدد بس فيها؟ القشرة. القشره، برافو عليك. تمام. طيب الغده الكظريه، قال لك الغده الكظريه دي عباره عن غده هرميه الشكل، شكل مثلث الجبنه النستو. قال لك تتكون من طبقتين، طبقه خارجيه وطبقه داخليه. قال لك الطبقه الخارجيه بتاعتها بنسميها القشره، والطبقه الداخليه بتاعتها دي بنسميها النخاع. القشرة بس هي التي تقع تحت تأثير هرموني. ايه بالظبط؟ هرمون اللي بيتفرز من الغدة النخامية. منين فيها؟ الجزء المنبه الغدي، اللي هو الجزء الغدي. برافو عليكم. ايه هو هرمون اللي بيجي؟ ACTH. بيروح لقشرة الغدة الكظرية، يخلي قشرة الغدة الكظرية تفرز ايه؟ هرموناتها. قال لك هو ازاي تناول جزء بس وقال لي ان هو يقع تحت التأثير الهرموني، من اجابليش سيرة النخاع؟ قال لك يبقى الطبيعي ان النخاع اصلا بيقع تحت تأثير حاجة تانية خالص. قال لك النخاع بقى ده يقع تحت تأثير او تنبيه عصبي، يعني علشان هرمونات القشرة تتفرز لازم يجيلها ACTH في تيار الدم من الغدة النخامية. علشان هرمونات النخاع لكي يفرز هرموناته لازم يجيله سيال عصبي أو إشارة كهربية من الجهاز العصبي في خلية عصبية، عن طريق خلية عصبية. كلمة عصبي ذكرت برضو في حتة في الفصل ده. فين؟ الفصل الخلفي للغدة النخامية. برافو عليكي. كان وقتها ايه اللي بتعمله الخلايا العصبية في اللحظة دي؟ كانت الخلايا العصبية اللي موجودة في منطقة تحت المهاد هي اللي بتفرز مين؟ الهرمونات. يبقى خلايا عصبية تطلع هرمونات. هنا بقى العصبي هنا ايه؟ خلية عصبية عادية، إشارة جاية من المخ ماشية في خلية عصبية لخلية عصبية، خلية عصبية خلية عصبية، لحد ما هنوصل الإشارة العصبية دي للخلية العصبية اللي هي عاملة تغذية للنخاع بتاع الغدة الكظرية. ادي الغدة الكظرية اهي، ادي القشرة وادي النخاع. أول ما السيال العصبي، يبقى وقتها السيال العصبي ده اللي هو ممثل في نقل عصبي اللي هو كان مين؟ الأسيتايل كولين. يروح يمسك في مستقبلاته على النخاع، يخلي النخاع يطلع هرموناته. يبقى الفرق نركز، الهرمونات اللي طالعه هنا طالعه منين؟ من خليه عصبيه عادي. الهرمونات اللي طالعه من النخاع ده نسيج غدي، بس هو حفزه خليه عصبيه. يبقى هل الخليه العصبيه دي بتطلع هرمونات النخاع؟ لا، تحفز النخاع ان هو يطلع هرموناته. شايفين الفرق؟ يبقى اللي يخرج من الخلايا العصبيه المفرزه الموجوده في منطقه تحت المهاد مين؟ هرمونات. بس الخلايا العصبيه اللي بتنبه النخاع بيخرج منها ايه؟ او اسيتايل كولين عادي جدا عشان ينقل الاشاره الكهربيه. وقتها النخاع لما يجيله الاسيتايل كولين يطلع ايه؟ الهرمونات بتاعته. قال لك المنطقه دي اسمها منطقه اتصال عصبي غدي، واللي خدناه في الفصل الاول كان اتصال ايه؟ عصبي عضلي. والحته دي هي منطقه اتصال عصبي غدي. خلاص يا شباب؟ طيب اكيد كون ان ربنا خلق الطبيعه التشريحيه بتاعت الغده الكظريه على الرغم من ان هي غده واحده، ان كل جزء فيها يخضع لتنبيه مختلف، اكيد كان ليه حكمه.
ارجعوا لستارلينج لما كان بيدرس لي البنكرياس وكان تحت تأثير عصبي وتأثير كيميائي، فاكرين؟ وقتها كان ايه مميزات كل منهما وايه عيوبه؟ السرعة والاستمرارية. السرعة مين اللي عنده سرعة؟ العصبي. العصبي، بس مشكلته قصير المدى ولا طويل المدى؟ قصير المدى. بس بالنسبة للكيميائي بطيء، بس ميزته ان هو ايه؟ طويل المدى. طويل المدى. قال لك يبقى اكيد 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 الوظيفة اللي بتعملها قشرة الغدة الكظرية ما يفرقش ان هي تكون محتاجة سرعة، والهرمونات اللي بتفرزها اكيد محتاجة ان هي تكون موجودة في الجسم عشان تؤدي وظيفة على مدى طويل. فعشان كده كان لازم اللي بينبهها يكون تأثير ايه؟ كيميائي. واكيد الهرمونات اللي بتتفرز من النخاع هرمونات محتاجينها بسرعة تتفرز في جسمي لحالة معينة، بس مش ما ينفعش او ممكن تكون بتضر لو فضلت في جسمي فترة طويلة تأثيرها موجود. شفنا؟ راح قال لك هو فعلا لما جينا ندرس الهرمونات اللي بتتفرز من القشرة والهرمونات اللي بتتفرز من النخاع، لقينا فعلا هرمونات القشرة شغلها على مدى طويل، بينما هرمونات النخاع شغلها في لحظات او اوقات معينة، ولازم تأثيرها يروح بسرعة، لان لو تأثيرها استمر هتعمل اضرار كبيرة في الجسم. طب دي ايه هرموناتها؟ قال لك الهرمونات التي تفرز من قشرة الغدة الكظرية بنسميها الاستيرويدات. يبقى دي هرمونات بروتينية ولا دهنية؟ دهنية. يبقى دي هرمونات دهنية. قال لك مجموعة الهرمونات دي الاستيرويدية او الاستيرويدات اللي خارجة من القشرة، قال لكم هرمونات كتير اتقسموا بقى المجموعات. يعني ايه نقسموا المجموعات؟ يعني كل شوية هرمونات بيعملوا شغل شبه بعض حطيناهم في مجموعة مع بعض. قال لك أول مجموعة وهي مجموعة الهرمونات السكرية. يبقى أنا كده من اسمهم دول الهرمونات اللي بيأثروا لي على نسبة مين؟ الجلوكوز، سكر الجلوكوز. قال لك الهرمونين دول شغلهم واحد أو في فروقات دقيقة بسيطة بس مش مقررة عليك، أنت تتعامل معاهم إنهم أخوات. قال لك دول هرموني الكورتيزون والكورتيكوستيرون. معلش الأسامي دي أول وهلة هتكون تقيلة، قلت لكم بعد كده بيبقى الموضوع خفيف مع الحل. كورتيزون وكورتيكوستيرون. قال لك دول بيرفعوا لي السكر. طيب بيرفعوا لي السكر ازاي؟ قال لك عن طريق ان هما يروحوا يكسروا المواد الكربوهيدراتيه، وانا عارفه ان الكربوهيدرات عباره عن ايه زائد ايه؟ نشا وسكر، فلما يتكسر يتحول للصوره الاوليه بتاعته. يبقى قال لك ده عن طريق ان هما بيعملوا ايضا المواد الكربوهيدراتيه. ودي تبقى تالت كلمة أيض ناخدها في الفصل. أول أيض كانت فين؟ الجي اتش، أيض البروتين. وتاني أيض كان الثيروكسين، كان الأيض الأساسي أو التمثيل الغذائي. خلاص؟ طيب أيض المواد الكربوهيدراتية كورتيزون وكورتيكوستيرون. علشان كده وأكيد كلنا مرت علينا الحتة دي، يقول لك مريض السكر ما ينفعش ياخد ادويه فيها كورتيزون، لان هو اوريدي اصلا مريض سكر، يعني عنده السكر اصلا ايه؟ عالي. ينفع يروح ياخد دواء يعلي له السكر اكتر؟ لا. ودقيقه واحده البورد الجايه ان شاء الله هناخد دلوقتي السكر ومرض السكر. خلاص؟ طيب كده اول هرمون خلص. طيب تاني مجموعه وهي مجموعة الهرمونات المعدنية. من اسمها كده دي بتحافظ لي على نسبة مين؟ المعادن. أنا عندي معادن كتيرة في جسمي، هل أنا هروح أدرس كل الهرمونات بتوع كل المعادن؟ قال لك لا، أنا هاخد هرمون واحد اللي كان ليه علاقة بالصوديوم بتاع الفصل الإيه؟ بتاع الفصل الأول عشان تربط الدنيا.
قال لك الهرمون ده هو اسمه هرمون الالدوستيرون. الدوستيرون. قال لك الالدوستيرون ده بقى بيعمل ايه؟ قال لك الالدوستيرون ده وظيفته يعلي الصوديوم في الدم ويقلل البوتاسيوم في الدم. العكس، يعني اول ما يتفرز يعمل وظيفتين عكس بعض، يعلي لي الصوديوم ويقلل لي الكالسيوم. يبقى انا جسمي يتحفز افرازه للالدوستيرون امتى؟ لما يكون الصوديوم قليل وعايز اعليه، يتفرز هو عشان يعليه. ولما يكون البوتاسيوم عالي وابقى عايز اقلله، وقتها جسمي يفرز الالدوستيرون تاني. نرجع كده للحصه اللي فاتت، بس كان في بيزك كده عشان الناس بس تكون نسيتها. لما اقول ما الذي يحفز افراز الهرمون او ما الذي يثبط افراز الهرمون، هيكون معتمد على انا الوظيفه عارفها. دي الوظيفه، هو بيعمل ايه؟ بيعلي الصوديوم ويقلل البوتاسيوم. طيب لما اجي اقول بقى ما الذي يحفز افرازه، لما يكون جسمي في حاله عكس الوظيفه اللي هيعملها يحفز افرازه. يعني الذي يحفز افراز الالدوستيرون لما يكون الكالسيوم قليل والبوتاسيوم عالي، ده اللي يحفز افرازه، عشان هو بيتفرز يعمل عكس الحاجات دي عشان يوصلها للاتزان. ايه؟ صوديوم ولا كالسيوم؟ صوديوم وبوتاسيوم. انا قلت كالسيوم، معلش معذره بالغلط. خلاص. طيب الذي يثبط افراز الهرمون، يعني جسمي ما يكونش محتاجه امتى؟ لما اوريدي جسمي يكون في حاله نفس اللي هو هيعملها. يبقى الذي يحفز افراز الالدوستيرون لما يكون الصوديوم قليل في الجسم. انا قلت يثبط بقى. الذي يثبط افراز الالدوستيرون لما يكون الصوديوم عالي اوريدي خلاص، ولما يكون البوتاسيوم اصلا قليل خلاص انا مش محتاج الدوستيرون. هحتاجه ليه؟ هو بيعمل الحاجات اللي هي اصلا موجوده، فخلاص انا مش محتاجه. خلاص. الفصل ده على فكره فهم مش حفظ قوي، يعني في حاجات كتيره فيه فهم تخفف عليك الحفظ. خلاص. طيب قال لك هو بيعمل الموضوع ده ازاي بقى؟ قال لك عن طريق ان هو يؤثر على نفرونات الكلى. نتوقع بيروح نفرونات الكلى يعمل لها ايه بالنسبه للصوديوم عشان يعليه في الدم، ويعمل لها ايه بالنسبه للكالسيوم عشان للبوتاسيوم؟ يعمل للصوديوم اعاده امتصاص ولا تخلص عشان نعليه في الدم؟ اعادة امتصاص. يبقى يعمل اعاده امتصاص للصوديوم. ويعمل ايه للبوتاسيوم عشان يقلله في الدم؟ يعمل ترشيح، اللي هي تخلص من الايه؟ من البوتاسيوم. صح كده؟ طيب اكيد في نتائج تترتب عكسيه على التركيز في البول. الطبيعي لما انا يعلى الصوديوم في الدم يبقى في المقابل هو خرج في البول ولا ما خرجش؟ ما خرجش. يبقى النتيجه نسبه الصوديوم في البول بتبقى مالها؟ قليله. برافو عليكم، مصحصحين. طيب لما يقلل البوتاسيوم في الدم يبقى هو طلعه في مين؟ في البول. يبقى لما اروح احلل البول بتاعه الاقي ارتفاع نسبة البوتاسيوم في مين؟ عالية في البول. خلاص. طيب كلمة نفرونات الكلى ذكرت في الغدة النخامية فين؟ ADH. بس الفرق ان ال ADH ده كان يفرز من الغدة النخامية ويؤثر مباشرة على مين؟ نفرونات الكلى. هنا ال ACTH يعتبر يؤثر على نفرونات الكلى ولكن بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة؟ غير مباشرة. هو بيروح للقشرة يقول لها طلعي الدوستيرون تأثر بيه على نفرونات مين؟ الكلى. لكن هناك ال ADH يطلع من النخامية يروح فين؟ على نفرونات الكلى. فانا لما اجي اقول لك هرمون يفرز من الغدة النخامية
يؤثر مباشرة على نفرونات الكلى هيكون انهو؟ ال ADH، وده هرمون عصبي بيفرز من الجزء العصبي. يؤثر بصورة غير مباشرة بقى على النفرونات، يبقى هيكون ACTH. خلاص يا شباب، صعبة دي؟ تمام؟ طيب لو انا حبيت ارسم رسومات بياني كده نشوف الالدوستيرون ده فاهمينه ولا لا. هحط هنا الدوستيرون واحط هنا الصوديوم في الدم. هنقرأ نقول زيادة الالدوستيرون زيادة الصوديوم. يزيد مين؟ الصوديوم في الدم. طيب لو انا شلت في الدم وحطيت البول عكسية يقل، برافو عليك، يقل الصوديوم. طب لو في الدوستيرون وحطيت بوتاسيوم في الدم عكسية يقل، لان كل ما في الدوستيرون يبقى زاد التخلص، خلصت منه. طيب البوتاسيوم لو في البول وانا جسمي بيفرز الدوستيرون طردية. لا برافو عليكم، ده انتوا كده الحمد لله فهمتوا العلاقات البيانية كويس قوي. طيب لو انا عندي بقى الصوديوم في الدم، ايه بالنسبة للالدوستيرون؟ عكسية. طب انا اختار اسم عشوائي كده، ها رويد، هتحليها ازاي دي يا رويد؟ بزيادة الصوديوم بزيادة يبقى يقل الالدوستيرون. لما يزيد الصوديوم يبقى انا اوريدي ما كنت مش محتاج الدوستيرون لان هو كان بيزود، يبقى يقل، برافو عليكي. طيب بزيادة البوتاسيوم يا منى ايه اللي يحصل للالدوستيرون؟ يزداد، لان انا لو عندي صوديوم زياده بوتاسيوم زياده يبقى انا كده عايزه اعمل ايه؟ اتخلص. مين اللي بيساعدني في التخلص؟ الالدوستيرون، يبقى انا محتاجه. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ اقرا عندي بوتاسيوم كتير عايز اخلص منه، لو انا قلت يبقى انا محتاج الهرمون يبقى كده زياده، يبقى انا مش محتاج الهرمون هيبقى ايه؟ نقص. خلاص تمام. طيب ده كده بالنسبه لمجموعه الهرمونات المعدنيه. خدوا سكرين لان مجموعه الهرمونات الجنسيه برضه مش هتكفيها، هناخد الهرمونات الجنسيه وهرمونات النخاع ويبقى كده الغده القذريه خلصت. خدوا سكرين. تمام. طيب طيب احنا قلنا دلوقتي، احنا كنا لسه في هرمونات مين؟ القشره، قلنا ان هي متقسمه لمجموعات. طيب انا بقى لما اجي دلوقتي اسالكم الايون الذي يؤثر في استجابه العضله للسيال، يعني اللي هو يخليها تروح لحاله الاستقطاب، كان مين؟ الصوديوم اللي انا لسه شارحاه. يبقى مين الهرمون الذي يؤثر في استجابه العضله للسيال؟ الالدوستيرون. لكن ما الهرمون الذي يؤثر او الهرمونات التي تؤثر في انتقال السيال للعضله؟ اللي هو الكالسيتونين والباراسيرمون اللي بيأثروا على مين؟ على الكالسيوم. خلاص كده؟ طيب نقول الالدوستيرون برضو؟ ايه يا حبيبي؟ ممكن نقول الالدوستيرون برضو؟ لا بصي، الالدوستيرون بقى انا لو قلت لك استجابه العضله الدوستيرون بس، انتقال السيال العصبي للعضله باراسيرمون وكالسيتونين بتوع الكالسيوم بس، الاداء العضلي الثلاثه. وصلت؟ تمام.
طب يا مس مش استجابة العضلة برضو هتكون بالكالسيوم؟ هو قصده استجابة العضلة للسيال ان هي تروح لحالة اللا استقطاب. مين المسؤول ان هو يوصلها لحالة اللا استقطاب؟ ان هي تتحول بره، تبقى بره سالب وجوه موجب، ان هي يدخلها ايونات صوديوم. هو بيسألك يعني صوديوم. المسؤولية المباشرة، فاهمة؟ تمام. طيب القشرة، تالت مجموعة من هرمونات من هرمونات القشرة كانت مجموعة الهرمونات مين؟ الهرمونات الجنسية. مجموعة الهرمونات الجنسية دي هنسأل سؤال كده فيها. الهرمونات الجنسية دي لما اجي اسأل نفسي كده، هل المناسل بتشتغل من أول ما اتولدنا؟ ولا لما نوصل للبلوغ؟ المناسل دول اللي هم الخصيه والمبيض في افرازهم للهرمونات اللي خدناهم، اللي هم في الاف اس اتش والال اتش. دول بيطلعوا هرموناتهم امتى؟ لما بيكونوا في مرحله البلوغ بس. طيب المفروض ان دول مسؤولين عن ظهور الصفات الانثويه على الانثى والذكريه على الذكر. طيب قبل البلوغ بقى، سيبنا من ايه؟ سيبنا من البلوغ، المناسل هي اللي شغاله. قبل البلوغ هل الصفات الذكريه مش موجوده في الذكر ولا موجوده؟ موجودة. طيب والصفات الأنثوية موجودة في الأنثى ولا لأ؟ موجودة. ولكن لما نوصل لمرحلة البلوغ تزداد ظهور الصفات الجنسية الأنثوية على الأنثى، وتزداد ظهور صفات الجنسية الذكرية على الذكر، صح؟ يبقى أكيد قبل ما المناسل تشتغل كان في هرمونات تانية مسؤولة عن الصفات مين؟ الجنسية. قالك اللي هي موجودة في مين؟ في قشرة الغدة الكظرية، اسمها مجموعة الهرمونات الجنسية. قالك دي مسؤولة عن الصفات الجنسية في كل من الذكر والأنثى لحد ما يوصلوا للبلوغ وتبدأ المناسل تشتغل، بتكمل الشغل على صورة أوضح. راح قالك دول مجموعة الهرمونات الجنسية هي مجموعة هرمونات مشابهة في عملها لهرمونات المناسل، بس على خفيف شوية، اللي هو ليها دور بس في الحفاظ على الصفات الأنثوية عند الأنثى لحد ما توصل للبلوغ وتبدأ تظهر بقى علامات البلوغ عليها، وكذلك الحفاظ على الصفات الذكرية لحد برضو ما يوصل للبلوغ وتظهر بقى عليه علامات الايه؟ علامات البلوغ. خلاص؟ طيب قالك الهرمونات الجنسية دي في منها مجموعة هرمونات جنسية ليها تأثير أنثوي، ودي كده جنسية أنثوية، وفي مجموعة هرمونات ليها تأثير ذكري، ودي كده جنسية ذكرية. قالك الأنثوية أو مجموعة الهرمونات اللي بتفرزها اللي هي ليها تأثير أنثوي شبه هرموني الإستروجين والبروجسترون اللي بيخرجوهم المناسل، واللي احنا هنقولهم كمان شوية. والهرمونات الجنسية اللي بتفرزها قشرة الغدة الكظرية اللي ليها تأثير ذكري شبه التستوستيرون اللي بيفرزوا المناسل اللي موجودة في الذكر. طيب طيب انت قلتي لي قشرة بتفرز هرمونات جنسية، معنى كلامك يا مس ان الأنثى مثلا القشرة فيها بتطلع أنثوية بس والذكر القشرة فيه بتطلع ذكرية بس؟ قال لك لا، القشرة ثابتة تركيبها في الذكر والأنثى وتطلع هرمونات ذكرية وأنثوية في الذكر وفي الأنثى. طب ازاي يا مس؟ يعني الأنثى فيها هرمونات ذكرية والذكر فيه هرمونات أنثوية؟ أيوة. قال لك ولكن نسبهم مختلفة. قال لك بالنسبة للهرمونات الأنثوية إلى الذكرية ده في الأنثى بتكون بنسبة 50:1، والعكس في الذكر الذكرية إلى الأنثوية 50:1. قال لك طول ما النسبة دي مظبوطة علامات الصفات الأنثوية كويسة ومظبوطة على الأنثى مفيش أي خلل، والصفات الذكرية على الذكر ما فيهاش أي خلل. قال لك ولكن في حالة حدوث خلل في إفراز هرمونات الجنسية، إذا حدث خلل وقتها النسبة دي هتتغير، ويا إما يبدأ يقل الأنثوي ويزيد الذكري، أو يبدأ يقل الذكري ويزيد الأنثوي في الذكر. فوقتها
الطبيعي لما الانثى تزيد فيها الهرمونات الذكريه، هل هيكون الصفات الجنسيه بتاعتها طبيعيه ولا هيحصل فيها خلل؟ هيحصل فيها خلل، وتظهر عليها بعض الصفات الذكريه على الاناث. فلو حدث الخلل والنسبتين دول اتغيروا في الانثى، يؤدي ذلك الى ظهور صفات ذكريه على الانثى. ازاي يا مس؟ معلش. نمو شعر اللحيه، نلاقي عندها خشونه في الصوت، صفات ذكريه. الذكر نلاقي عنده العكس بقى، ظهور صفات انثويه على الذكور. نعومة الصوت، مرض التسدي، وهن في العضلات، يعني جسمه وعضلاته ضعيفة. طيب يا مس، ده لو حدث خلل بس في الإفراز. قالك بقى الكارثة لو حدث تورم في القشرة، بيبقى الخلل اوفر لدرجة ان النسب بتتعكس تماما. وقتها بتبقى الأنثوية قليلة جدا في الأنثى والذكرية عالية جدا لما يحدث تورم. قالك طب ده بقى مش بيعمل خلل في الصفات، ده بيبدأ يأثر على الأعضاء ويبدأ يمحي العلامات الأنثوية اللي موجودة على الأنثى، ويؤدي إلى ضمور الأعضاء التناسلية بتاعتها، ويمحي العلامات الذكرية اللي على الذكر ويؤدي إلى ضمور الأعضاء بتاعته. قالك ده في حالة لو الموضوع اتدهور خالص وحصل تورم للقشرة، وقتها يؤدي إلى ضمور الأعضاء التناسلية في الذكر. خلاص؟ طيب. نعم. هو ده ليه علاج؟ ليه علاج؟ بصي، هو طبعا الموضوع ما بيظهرش ما بيظهرش مرة واحدة، بيظهر تدريجي. يعني مثلا بتبدأ تحس مثلا ان بدأ شعر في الدقن اسود خفيف يظهر، بعد كده بيبدأ يتقل. وقتها هي بتروح عند دكتورة نساء. الدكتورة النساء بتطلب منها هرمون تستوستيرون. حتى ممكن ناس مثلا تستغرب لما تمسك تحليل وتلاقي انه انثى والمريضة انثى والهرمون اللي محللاه تستوستيرون. وقتها الدكتورة بتطلب هرمون التستوستيرون تشوف نسبته عالية اعلى من المعدل الطبيعي، بتبدا تعمل له زي نوع من انواع المثبط وتبدا تديها هرمونات انثويه عشان تبدا تاثيرها يطغي على الهرمون الذكري. وكذلك بالنسبه للذكور. خلاص؟ تمام. طيب، هرمونات النخاع. وقلنا ان النخاع يقع تحت تاثير عصبي. يبقى اكيد هرموناته احنا محتاجينها بسرعه. قالك علشان هرمونات ومحتاجينها على وجه السرعة سميت بهرمونات النجدة والطوارئ. الهرمونات دي اللي هتنقذني في الحالة الطارئة. ايه حالة طارئة يعني؟ هشبه لكم بحاجة ممكن يكون كتير اتعرض ليها. راجعين من الدرس مثلا في وقت معين وماشيين في شارع ورحنا اتفاجئنا بكلب. حد يقدر يوصف لي ايه الاعراض اللي بتبدا تظهر على الجسم؟ سرعة ضربات القلب، ضربات قلبك سريعه. النفس، زياده معدل النفس. تسمعي تبقى حاسه بنبض الاوعيه الدمويه بتاعتك ولا لا؟ ايوه. طيب، حد بقى جرب يجري من كلب قبل كده؟ ايوه. تمام. شفت السرعة الرهوانية اللي كنت فيها، اللي بعد كده لما جيتي تفكري فيها ما عرفتيش انت طلعتي الطاقة دي ازاي؟ جريتي جري. وقتها لما بعد ما الموقف خلص قعدتي تفكري هو لو كنت شفتيني وقتها كنت طالعة. بص، انا كنت بسرعة ما كنتش عارفاني، صح؟ طيب، مش احنا دارسين في الفصل الاول ان انا المفروض قبل ما اجي اعمل مجهود عضلي ان انا لازم اعمل احماء عشان ما يجريش شد عضلي. طيب انا هنا عملت المجهود، هل انا جهزت نفسي الاول ان انا اجري ولا انا عملت مجهود مفاجئ؟ مجهود مفاجئ. هل جالي شد عضلي في نص جري وانا بجري بالكلب ولحد ما خلصت جري كله ما حصليش حاجه؟ ما حصليش حاجه، صح؟ طيب ايه اللي حصل؟ قالك الحاجه اللي تخلي العضله
ما يحصلهاش شد عضلي ان احنا نديها الطاقه الكافيه بتاعتها بس. فانا الاحماء بعمل كده عشان انشط الدوره الدمويه وتروح تدي كميه كافيه من الجلوكوز والاكسجين للعضله قبل ما ابدا اتدرب. فلما اجي اتدرب بتبدا تاخد الطاقه اللي تم انتاجها اثناء عمليه الاحماء دي. طيب اللي بيحصل بقى نتيجه ان انا اتخضيت او ان انا عايز اجري او ان انا شفت مثلا نار والعه في مكان وعايز اجري بعيد، على الرغم من كده انا لقيت نفسي طلعت طاقه رهيبه جدا وجريت بسرعه والعضله بتاعتي عملت طاقه رهيبه من غير ما يحصل لها شد. طب ايه اللي حصل؟ قالك علشان هرمونات اتفرزت نتيجة تأثير عصبي، ان انا لما اتخضيت او لما شفت حاجة محتاج ان انا اهرب منها بسرعة، جهازي العصبي نبه بسرعة النخاع بعت له اشارة عصبية طلع الهرمونات اللي تهيئ الجسم ان هو يعمل اداء عضلي سريعة وفر له الطاقة. ايه هما بقى الهرمونين دول؟ قالك هرموني الادرينالين والنور ادرينالين، بينهم فروقات بسيطة بس مش مقررة علينا، بنتعامل معاهم ان هم اخوات بالظبط. الادرينالين والنور ايه؟ والنور ادرينالين بيعملوا ايه بقى؟ قالك دول بيهيئوا العضلة ان هي تعمل مجهود عضلي من غير ما ترهق. طب انا العضلة عشان تعمل مجهود محتاجة ايه؟ جلوكوز، محتاجة دم كافي، محتاجة مين؟ اكسجين. فبيعمل ايه بقى الادرينالين والنور ادرينالين دول؟ يعملوا على زيادة معدل او زيادة سرعة التنفس. لما تنفس بسرعة اللي يحصل لكمية الاكسجين اللي بتدخل للجسم في الفترات دي؟ زيادة معدل دخول مين؟ الاكسجين الى الجسم. اديني وفرت اكسجين. بعد كده قالك الادرينالين والنور ادرينالين دول بيرفعوا سكر الجلوكوز في الدم. قالك ازاي؟ قالك بوسيلتين. قالك يروحوا اول حاجة على الكبد ويقولوا لها يا كبد الجليكوجين المخزن جواكي كسريه بسرعة وحوليه جلوكوز يروح للدم علشان العضلات محتاجاه. وكل اجهزه الجسم دلوقتي على اهبه الاستعداد لازم الجلوكوز يعلى دلوقتي. طيب عشان كده بتلاقي جسمك وقتها ايه؟ سخن، في سخونيه طلعت منه مره واحده. ليه؟ عمليات التنفس الخلوي بدات بسرعه غير طبيعيه. طيب وبيروح للعضلات بقى يروح يكسر فيها الجلايكوجين ويحوله الى جلوكوز. الجلوكوز بقى اللي يتحول، الجلايكوجين اللي يتحول لجلوكوز جوه العضله ما بيخرجش يتوزع على الدم زي بتاع الكبد، لا يستهلك في العضله لانتاج الاي تي بي في العضله. طيب طلعنا جلوكوز كتير ووفرناه واكسجين، المفروض ان احنا نبدا نوزع الاكسجين والجلوكوز دول على ايه؟ على الجسم. يبقى احنا محتاجين ايه لضربات القلب؟ زيادة ضربات القلب. يعمل على زيادة سرعة، زيادة معدل ضربات القلب. ده الايه؟ لضخ الدم في وقت قصير. طيب لما ضربات القلب تبقى سريعة وقتها ده هيروح يؤدي الى ايه بالنسبة للأوعية الدموية؟ معدل انقباض الأوعية الدموية يبقى سريع، يبقى ده يحصل ايه لضغط الدم؟ يرفع ضغط الايه؟ ضغط الدم. خلاص؟ طيب وقتها كده العضلات اصبحت مهيئه وفصل لها اكسجينها وجلوكوزها والدم الكافي، تبدا تطلع اي تي بي ايه؟ كافيه للقيام بمجهود ايه؟ مجهود مفاجئ. خلاص؟ طيب ده كده بالنسبه لي الادرينالين والنور ادرينالين في تاثيرهم على ايه؟ في تاثيرهم على الجسم، واحنا ليه سميناهم بهرمونات النجده والطوارئ. طيب هل ينفع بقى الهرمونات اللي عامله التاثير الصعب للجسم ده وعامله له نوع من انواع الهيجان الداخلي، ينفع يستمر تاثيرها لتاثير طويل المدى؟ لا. انا محتاجاها بس في لحظه مين؟ الطوارئ. علشان تعمل لي ايه؟ نجدة. نجده بس.
بعد كده خلاص. تمام. طيب حد يقول لي يا مس، طب انت من شويه قايله لي في حاجه تاني بتعلي السكر، كانوا مين؟ الكورتيزون والكورتيكو ستيرون، صح؟ طب ايه الفرق ما بين دول وده؟ قال لك الكورتيزون والكورتيكوستيرون بيعلوا السكر على مدى طويل او فتره زمنيه طويله قد تصل لشهور، بس مش بيعلوه عالي قوي، بيعلوه بنسبه بسيطه. امتى؟ لما تكون في ضغط نفسي لفترات طويله، شهور، سنين. زي مثلا انتوا دلوقتي مثلا طلاب ثانوي، انتوا احنا لسه ما بقالناش شهرين بادئين ثانويه عامه. لما نيجي مثلا لشهر 5 6 اللي هو قبل الامتحانات بشويه، الاقي ممكن وقتها الكورتيزون عالي شويه والسكر عندي عالي، بس عالي ده نتيجه ان انا بقالي شويه في ضغط نفسي. ان شاء الله بقى مثلا حاجه و20/6 مع اول امتحان، لما اجي استلم الورقه كده، وقتها بلاقي ايه؟ ضربات قلبي سريعه ونفسي سريع وجسمي بيطلع حراره اول ما المراقب يدخل بالورق ويسلمني الورقه. بعدها ب10 دقايق ربع ساعه كده بلاقي الموضوع هدي، والاقي نفسي التوتر راح وخف شويه. اللي حصل ان طول السنه انا كان جسمي تحت تاثير الكورتيزون والكورتيكوستيرون. لحظة الامتحان دي او لحظة ما المراقب بيسلمني الورقة دي حالة من حالات الطوارئ او حالات التوتر اللي هي عاملة لي زي حالة مفاجئة كده. وقتها جسمي بيستعد، بيتأهب ان هو داخل على مجهود، وليس شرط ان كل مجهود تقوم بيه لازم يكون مجهود عضلي. المجهود الذهني يستنزف كمية طاقة كبيرة جدا. خلاص؟ طيب فوقتها جسمي بلاقي في اللحظة دي الأدرينالين بتاعه عالي، وبعدين بتبدأ الدنيا تهدى مع مرور الوقت، لان هو تحت تاثير عصبي ما بيستمرش مفعوله لفتره طويله. خلاص يا شباب؟ طيب دي كده الغده الكظريه خلصت. حد عنده استفسار او سؤال عليها؟ طيب تاخدوا بريك 5 دقايق ولا نواصل؟ بريك 5 دقايق لحد ونص بالظبط، ما تطلعوش. يعني انا 5 دقايق وهاجي افتح الكاميرا تاني. خلاص؟ اللي هيشرب حاجه بتاع كده، احنا هناخد البنكرياس والمناسل، او البنكرياس والقناه الهضميه، هنسيب واحده للمحاضره الجايه. المحاضره الجايه حل، بس احنا دي هتبقى 10 دقايق الغده دي، فما ينفعش ان احنا نسيبها يعني اللي هو حصه كامله، هتبقى في وسط الحل. يعني نقولها الاول وبعدين نبدا ناخد الحل بتاعنا والتركات بتاعتنا. خلاص؟ و30 دقيقه هرجع. شباب يلا نكمل. خدتوا دي سكرين؟ هركن عشان لو ما خدتوهاش خدوها. لا تمام. طيب ناخد بقى بعد كده البنكرياس، والبنكرياس ده مثال لغده ايه؟ قنويه صماء مشتركه. مشتركه كان فيها جزء يعمل كغده قنويه، كانت مجموعه الخلايا مين؟ الحويصليه المسؤوله عن افراز العصاره البنكرياسيه. خلاص؟ طيب فيها بقى جزء تاني يعمل كغدة صماء، بس ده شكله مش حويصلي بقى، دي خلايا عادية. وده الجزء ده اكتشفه العالم بولانجرهانز، وسمى المكان ده على اسمه جزر لانجرهانز، عشان هي عاملة زي كأنها بطش كده، كأنها جزيرة في وسط بحر كده متجمعين كده. خلاص؟ فسماهم جزر لانجرهانز. تمام؟ يبقى أنا عندي البنكرياس. البنكرياس خلاص احنا متفقين ان هو غدة مشتركة او غدة مختلطة، يعني فيها جزء قنوي اللي هو يمثل انهي جزء؟ الخلايا مين؟ الحويصلية اللي هو يمثل الخلايا الحويصلية. وقلنا الجزء القنوي ده يقع تحت تأثير ايه وايه؟ عصبي وهرموني.
عصبي وهرموني. الهرمون اللي جاي له منين؟ من الإثنى عشرة، اللي هو كان أول هرمون يكتشفه مين؟ العالم ستارلي. طيب، وفي بقى جزء لا قنوي، ده هو بقى اللي هو بيمثل حاجة اسمها جزر لانجرهانز. دي وظيفتها ايه؟ دي منظمة للسكر. طيب، قالك جزر لانجرهانز دي بقى تتكون من نوعين من الخلايا. قالك دي عبارة عن حاجة اسمها خلايا ألفا، والنوع التاني اسمه خلايا بيتا. قالك خلايا ألفا ده نوع الخلايا الموجود بكمية قليلة، دي عددها قليل. وبقول كده ليه؟ عشان لما تجيني رسمة ويكتب لي دواير 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 خلايا، وخلايا بلون وخلايا بلون، ومش هقول لي على لون والتاني، انا اعرف منين دي الفا ودي بيتا؟ اشوف مثلا اللي لونها كتير دي هتبقى خلايا بيتا، واللي لونها قليل دي هتبقى خلايا ايه؟ خلايا الفا. خلايا بيتا عددها كثير. طيب، قالك دول وظيفتهم ميزان السكر، دول المسؤولين عن تنظيم مستوى السكر في الدم. طيب، ازاي؟ نركز بقى ونبدأ نشوف كل واحدة فيهم بتعمل ايه. قال لي خلايا ألفا، خلايا بيتا. قال لي خلايا ألفا بتفرز هرمون اسمه الجلوكاجون، مش الجليكوجين، الجلوكاجون. خلايا بيتا ودي المهمة جدا بتفرز الأنسولين. اشمعنى قلت لي دي مهمة ودي لأ، على الرغم من ان الاتنين بينظموا لي السكر؟ قالك علشان الجلوكاجون وظيفته ان هو ان هو يعلي السكر في الدم. اكيد لما كان السكر ايه؟ منخفض. والانسولين وظيفته ان هو يبقى ده يعليه في الدم لحد ما يوصله ليه طبيعي. والانسولين وظيفته ان هو يقلل السكر في الدم. طب يا مس الاثنين مع بعض بينظموا لي السكر، ليه حطيتي الاهميه الاكبر لخلايا بيتا والانسولين؟ قال لك لان في حاجات تاني بتعلي السكر في جسمي. الثيروكسين لما بيعمل امتصاص للسكريات اللي موجوده في القناه الهضميه، والادرينالين والنور ادرينالين والكورتيزون والكورتيكوستيرون، كل دول بيعلي السكر في جسمي. يبقى انا لما يبقى عندي واحد تاني بيعلي السكر، هل كده هيبقى مهم قوي طول ما في هرمونات تاني بتعلي؟ مش على قدر الاهميه بالنسبه للانسولين اللي مفيش غيره هرمون وحيد بيقلل لي السكر في الدم. يبقى هو مش موجود، ايه اللي يحصل؟ خلاص مفيش حاجه تانية هتشتغل. لكن ده مش موجود، ممكن حاجه تانية تغطي نقص وجوده شويه. وصلت؟ طيب، انا بقول لكم الجلوكاجون بيعلي السكر في الدم، يبقى اللي يحفز افرازه سكر قليل. لما يكون السكر قليل، يبقى عند انخفاض سكر الدم ده يحفز انه نوع من الخلايا؟ الفا. عشان تفرز مين؟ جلوكاجون. علشان يروح يعلي السكر ويوصله ليه الطبيعي. صعبه دي؟ طبيعي. طيب، العكس بقى، الانسولين بيقلل السكر، يبقى ايه اللي يحفز افرازه لما يكون اصلا سكري كان عالي؟ يبقى ارتفاع نسبة السكر في الدم تؤدي الى تحفيز خلايا مين؟ بيتا، عشان تفرز الانسولين اللي هيقلل السكر ده ويوصله ليه طبيعي. فهمت؟ طيب، بيعملوا كده ازاي؟
قال لك الجلوكاجون ده انا ما شفتش هرمون ابسط منه في الوظيفه. قال لك بيقلل السكر عن طريق ان هو يروح بيعلي السكر عن طريق ان هو يروح للكبد. نتوقع يقول لها ايه؟ تحول الجليكوجين الى سكر ويحرر فيه تيار الدم، يبقى يروح للكبد يخليها تعمل تحويل الجليكوجين الى سكر يروح للدم. ده كان نفس الوظيفة اللي بيعملها مين من شوية؟ الادرينالين. بس الادرينالين والنور ادرينالين كانوا بيعملوا ويعلوا السكر عشان يأثروا على مين ومين؟ العضلات والكبد. العضلات والكبد. برافو عليكم. بصوا بقى نبقى مصحصحين كده. ده بقى يؤثر على الكبد فقط. اوعى نقول اصل الجلوكاجون والادرينالين زي بعض، الاثنين بيأثروا على كبد وعضلات ويحولوا الجليكوجين اللي فيهم المخزن لسكر. لا، الادرينالين كبد وعضلات، الجلوكاجون كبد بس. خلاص؟ طيب الانسولين بقى بما ان مفيش غيره اللي شغال يبقى اكيد عليه عبء كبير وحاجات كتير بيعملها عشان يقلل مين؟ السكر. قال لك اول حاجه هيروح لمين؟ للكبد والعضلات، يقول لهم كسروا جليكوجين ولا خدوا جلوكوز خزنوه حولوه جليكوجين. يبقى العكس، يبقى يحفز تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين يخزن في كل من الكبد والعضلات. طيب راح عمل كده، بس انت كنت ما شاء الله عليك واكلك صينية بسبوسة محترمة. راح للكبد والعضلات عطاهم شوية جلوكوز عشان يتخزنوا جواهم في صورة جليكوجين، ولسه جلوكوزك عالي. بيعمل ايه؟ قبل ما بيروح للكبد والعضلات معذرة، اول حاجة هيعملها وبعدين يروح للكبد والعضلات، الانسولين يعمل على نفاذية الجلوكوز عبر أغشية الخلايا اللي جوه الخلية. كل الخلايا. هل ينفع خلية، وده خدناه في السيروكسين، ينفع خلية تعيش من غير جلوكوز؟ لا. يبقى لازم الجلوكوز يدخل جوه مين؟ الخلية. مين اللي كان بيخليه يتحرق جوه الخلية؟ ها مين؟ السيروكسين كان بيحفز تنفس الخلية جوه. ومين بقى بيدخله عن طريق الغشاء اللي جوه؟ الانسولين. قال لك الانسولين اول ما يلاقي سكرك عالي يزيد من نفاذية أغشية الخلايا لسكر الجلوكوز، يعني يخلي سكر الجلوكوز يدخل بكميات كتيرة لجوه الخلية عشان يدخل يتحرق جوه. انا مش مشكلتي ان يبقى جوه الخلية سكر كتير، انا كل مشكلتي ان تبقى بره الخلية سكر عالي. ده بيعمل تلف للخلايا. خلاص؟ طيب تمام. طيب ده كده بالنسبة لي تأثيره على أغشية الخلايا. طيب حاجة كده زي معلومة كده بيقول لي ايه، نخلي بالك ان مش كل انواع السكر بتبقى محتاجة لحد يحفز مرورها لجوه الخلايا. بمعنى ان هو قالك لما جينا نبص لسكر الفركتوز، قالك ده يدخل للخلايا من غير ما يحتاج ان انت يكون عندك انسولين لازم يمسك في سطح الخلية عشان الجلوكوز يدخل. يعني انا عندي الجلوكوز لازم، ادي الخلية اهي، المستقبل اللي عليها بتاع الانسولين اهو، ده كده انسولين. اول ما الانسولين يمسك في المستقبل الجلوكوز بيطلع. تمام. قالك بقى الفركتوز بقى بيدخل من غير ما يحتاج ان لازم انسولين يمسك في سطح الخلايا، دخوله تلقائي. طب يعني ايه الميزه في المعلومه دي؟ كمان شويه لما ناخد مريض السكر هنعرف ان مريض السكر
مشكلته ان ما عندوش ايه؟ انسولين. طيب انا دلوقتي مريض السكر ده ما عندوش انسولين، يبقى كده الجلوكوز بتاعه يحصل له ايه؟ ما يدخلش الخلايا، صح؟ لان اللي بيؤدي اشاره للخليه ان هي تمرر جلوكوز مين؟ الانسولين. بس هل عدم وجود الانسولين عند مريض السكر اثر له على دخول الفركتوز؟ لا. لا، لان اوريدي اصلا الفركتوز مش محتاج ايه؟ انسولين. انسولين. عشان كده ينصح، يقول لك سبب، ينصح مريض السكر بتناول فواكه المحتوية على سكر الفركتوز وتجنب الحلويات المصنعة اللي هي مليانة جلوكوز. ليه؟ لأن هو لو كل فاكهة فيها فركتوز الطبيعي هيحصل لها ايه؟ تدخل جوه الخلايا ومش هتعلي سكره، لأن مش محتاجة أنسولين عشان تدخل جوه الخلايا. وصلت؟ طيب دخلنا الجلوكوز جوه الخلايا وحرقناه، ودخلنا الجلوكوز جوه الكبد والعضلات وخزناه، ولسه في مشكله، لسه الجلوكوز عالي. طبعا احنا امتى ده على حسب انا كميه الجلوكوز اللي واكلها قد ايه. يعني انا ممكن اكل كميه جلوكوز من اول خطوه يظبط بيها، ممكن اكل كميه جلوكوز يلجأ الجسم لتاني خطوه فيها، ممكن اكل كميه جلوكوز بقى دي اللي هو الدمار بقى، اللي هي الكميه الكبيره قوي، وقتها عمل الاولى والثانيه ولسه الجلوكوز عالي، يعمل ايه؟ يلجأ الى تخزين الجلوكوز في صورة دهون في انسجة الجسم المختلفة، يبدأ بقى يربي دهون تحت الجلد ويبدأ يتخن. يبقى ثالث حاجة يحفز على تخزين الجلوكوز في صورة دهون في الأنسجة المختلفة. طيب يبقى لما انت تاكل سكريات والانسولين بتاعك يشتغل، وقتها ده هيؤدي ان هو يربي دهون، ده هيعمل ايه لوزن الجسم؟ زيادة وزن الجسم. يبقى انا عشان وزن الجسم يزيد انسولين شغال زائد جلوكوز كتير. طيب مريض السكر بقى اللي جاله السكر وما خدش باله وما خدش انسولين، فوقتها هنلاقي جسمه ماله؟ يخس. حتى وقتها يقول لك يا عيني ده جاله السكر وخس. يخس امتى؟ لما يجيله السكر ويكتشف ويكونش لسه خد دواء، وقتها ايه؟ جسمه بيحرق دهون بس مش بيربي دهون، لان اللي كان بيربي له الدهون هو الانسولين. خلاص مفيش انسولين، جسمه مش هيربي دهون. يبقى انا لما اجي ابص على وزن الجسم. نعم معلش لحظة الحتة دي تاني. هعيدها حاضر. لما اجي اتكلم على وزن الجسم دلوقتي بالنسبه للثيروكسين، فاكرين المره اللي فاتت كان لو هو نشط، لو هو شغال، كان ايه اللي بيحصل؟ يقل وزن الجسم. يقل وزن الجسم. هنا العكس، لو الانسولين شغال يزيد وزن الجسم، لان الثيروكسين شغله بيحرق ايه؟ دهون. الانسولين شغله بيكون مين؟ دهون. طيب انا مريض السكر قلت لكم ان هو مشكلته ان هو ما عندوش ايه؟ انسولين، صح؟ فانا دلوقتي لما اجي اقول لكم الجسم عشان يكون دهون قلت لكم محتاج طلبين، ايه وايه؟ انسولين شغال وجلوكوز. طيب مريض السكر ما عندوش انسولين، هيعرف يكون دهون؟ لا، فهيبدأ جسمه يخس. بس ده امتى؟ لحد قبل ما يكتشف المرض وياخد دواء. يعني انا الانسولين عندي مش شغال وعمال الجسم يخس، بدأ يكشف، راح قال لك ده جاله السكر عشان كده خس. يجي بعد كده يبدأ ياخد ادوية السكر اللي هي مين؟ انسولين، بدل اللي كان ايه؟ مش شغال. يبقى يبدأ ياخد جرعات انسولين وياكل حلويات عادي، يبقى يرجع جسمه يزيد ويكون دهون تاني ايه؟ تاني عادي. وصلت؟ يبقى انا الخسسان لو الانسولين مش شغال او مش موجود، لكن لو انا جيت خدت الدواء بيبدأ ايه؟ بيبدأ الانسولين يزيد تاني. وللعلم مرض السكر مش شرط يكون ما عندوش انسولين. مرض السكر اصلا ليه سببين، اسمه 2 تايب. قال لك ان في نوع ان الجسم اصلا لا يفرز انسولين،
اصلا، وده وقتها بيبقى سببه تدمير في خلايا ايه؟ تدمير خلايا بيتا. وقتها مفيش انسولين خالص، هل الجلوكوز هيدخل جوه الخلايا او يدخل جوه الكبد؟ لا. وقتها ايه اللي هيحصل؟ هيفضل عالي في الايه؟ في الدم. طيب يا اما الانسولين موجود بس مستقبلاته متدمره، فده يخلي الخلايا لا تستجيب لمين؟ للانسولين. وده النوع الاصعب من النوع الاولاني. ان قالك النوع ده اللي هو عنده السكر مش بيفرز انسولين، علاجه ان انا ايه؟ اديله انسولين. طيب النوع التاني بقى اللي هو اصلا عنده انسولين والخلايا بيتا بتاعته شغاله، بس عنده الخلايا لا تستجيب للانسولين، وده بنسميه مقاومه السكر، مرض مقاومه السكر. ده النوع الاولاني. النوع الثاني الانسولين موجود ولكن حدث تدمير مستقبلاته، ده وقتها بنسميه مقاومه سكر، يعني الجسم بيقاوم السكر. خلاص، مقاومه انسولين، معذره، بيقاوم الانسولين مش قبله، فكانه مش موجود. خلاص. طيب بس طبعا امتى اقول ان الواحد عنده سكر؟ قالك الطبيعي بالسكر الرينج بتاعه من 80 ل 120. قالك لو عالي عن 120 وفاضل عالي عن 120 لفترات زمنيه طويله، لان انا ممكن بعد تناول الوجبه على طول يعلى عن 120، بس يعلى وينزل على طول، ده كده شخص طبيعي عادي. حصل ان الثيروكسين راح امتص الاكل اللي انت اكلته فعللك السكر، بعد كده اتحرق، واللي دخل جوه الخلايا في ذره جليكوجين، واللي دخل اتحرق، واللي اتحول لدهون، والانسولين اشتغل والثيروكسين حرق والدنيا كانت تمام، فوقتها في خلال ساعات يعلى وينزل. لكن ان هو يفضل عالي بعد تناول وجبه وقبل تناول وجبه فوق ال 120، ده كده مرض سكر. وطبعا هو بيكون بمراحل، يعني في مرحله اوليه بتكون من 120 ل 190، وفي بعد كده من 190 ل 250 او 300، وبعد كده بقى فوق ال 300 وال 400 دي اللي هي الهاي ريسك، دي اخطر مرحله لمرض السكر. خلاص. طيب ده كده اللي بيعمله الجلوكاجون واللي بيعمله الانسولين، في تاثيرهم على كل من في تاثيرهم على السكر، وان هم ازاي ايه؟ ان هم ازاي ينظموا. خلاص. طيب نبدا بقى نشوف مريض السكر ايه الاعراض اللي بتظهر عليه وايه سببها. خدوا سكرين. طيب احنا قلنا من شويه ان الجزء القنوي في البنكرياس بيقع تحت تاثير عصبي هرموني. الجزء بقى اللي هو اللا قنوي اللي هو اللي بيفرز الجلوكاجون والانسولين، ده مين اللي بينظمه؟ مستوى السكر اللي موجود في مين؟ في الدم. لو سكري عالي جسمي هيفرز انسولين، ولو سكري قليل جلوكاجون. هيفرز جلوكاجون. خلاص. طيب ده كده بالنسبة للهرمونات. طيب مرض ده السكر بنسميه مرض البول السكري. قلنا مريض السكر ده يا اما اصلا ما عندوش انسولين، وده بيكون خلل او تدمير في خلايا ايه؟ بيتا. يا اما الانسولين موجود ولكن الخلايا مش مستجيبه ليه، وقتها ده اسمه مقاومه انسولين. طيب في الحالتين ده يؤدي الى ارتفاع نسبه الجلوكوز اللي موجوده في مين؟ في الدم. طيب ده يعمل ايه بقى لاسموزيه الدم؟ لما الجلوكوز يعلى ايه اللي يحصل للاسموزيه؟ زود الاسموزيه تعلى. طيب الاسموزيه عاليه يعني معناها انخفاض مستوى الماء في مين؟ في الدم. في الدم. انت عارف طبعا، احنا عارفين ان الدم بيتوزع على كل جسمي. في حاجه اسمها مستشعرات العطش موجوده في المخ، فلما الدم يوصل
لخلايا المخ وتكون الاسموزية بتاعته عالية والمية فيه قليلة، ده بيحفز مين؟ الإحساس بالإيه؟ بالعقل. بالعطش، مما يؤدي إلى شرب كميات كبيرة من الإيه؟ من المية. ولما يشرب مية كتيرة الحوض هيتملي، وقتها إيه اللي يحصل؟ نشيل السدادة اللي هو هرمون إيه؟ ADH. يقل افراز هرمون ال ADH، مما يؤدي الى زيادة تكرار مرات الايه؟ تبول. التبول. عشان كده سميناه بول سكري. مش معناه ان البول فيه سكر، ان البول كتره بسبب ارتفاع السكر في الدم. حد هيقول لي يا مس بس انا اعرف ان برضو ساعات بيحللوا جلوكوز ويلاقوا فيه سكر في الدم. امتى؟ في المرحلة المتأخرة من ارتفاعه في الجلوكوز في الدم. يعني الجلوكوز لما يبقى عالي في الدم شوية كتير، وقتها كده ما تستحملش، تبدأ ترشح في البول. خلاص، يبقى أنا عشان أعمل كشف مبدئي للجلوكوز ما اروحش أعمله في البول، لا البول دي كده بعد ما فضل عالي شوية في جسمك، لا بنروح نعمله في الدم. خلاص، الدم ده بيستشعره أول ما يعمل. خلاص طيب، ده كده فيما يخص مرض السكر. طبعا نسمع عن حاجة اسمها القدم السكري، نسمع عن ضعف الأجهزة المناعية، بنسمع عن إن في ألم في الجسم، إن الجروح ما بتقفلش عند مريض السكر، إن هو عنده قصور في عمل خلايا جسمه كلها، لدرجة إن ساعات السكر بيعمل تليف في الكبد، بيعمل فشل كلوي، بيأثر على البصر وممكن يؤدي لفقدانه. ده كله من أضرار السكر. طب اشمعنى يا ميس ده عنده سكر كتير، يعني عنده إنتاج طاقة، ليه خلاياه مش شغالة كويس؟ وليه دايما جسمه بيتعرض لشد عضلي كتير؟ أنا دلوقتي علشان الخلايا بتاعتي تستفيد بالطاقة وتشتغل، لازم الجلوكوز يبقى موجود فين؟ بره الخلية ولا جواها؟ بره الخلية. براها، عشان يطلع ATP ويتكسر ويحصل تنفس خلوي، يبقى بره ولا جوه؟ جوه. جوه. فين بالظبط؟ ميتوكوندريا. في الميتوكوندريا. طيب مين اللي السبب في ان اصلا الجلوكوز يدخل جوه الخليه؟ الأنسولين. الانسولين. ان انسولين وشغال. طيب لو انا عنديش انسولين او عندي انسولين بس مش قادر يشتغل، ايه اللي يحصل للجلوكوز؟ يفضل فين؟ بره الخليه. هل تقدر الخليه تنتج طاقه؟ لا. لا. فهو اتجرح واتعور مثلا في رجله، ايه اللي يخلي الرجل تعمل غرغرينه مع مرور الوقت وممكن يؤدي الى حاجه اسمها القدم السكري ويحصل بتر؟ ان المفروض ان انا لما يحصل الطبيعي في الانسان الطبيعي ان لما يحصل جرح، يحصل ايه للجرح ده مع مرور الوقت؟ التئام، صح؟ ونشاط للخلايا المناعيه في المكان ده وتهاجم الميكروب وتقضي عليه والجرح يقفل وخلاص، صح كده؟ طيب الخلايا المناعيه عشان تشتغل بكفاءه عاليه محتاجه ايه؟ طاقه، صح؟ يعني محتاجه يدخلها مين؟ جلوكوز. طيب مريض السكر ما عندوش انسولين عشان يدخل جلوكوز للخلايا المناعيه، هل هيقدر الخلايا المناعيه تهاجم الميكروب اللي دخل الجرح ده، ولا هيكون احتمال نشاط الميكروب اعلى؟ احتمال نشاط الميكروب اعلى. لا، احتمال نشاط. طيب الحاجه الثانيه، محتاجين ان احنا نقفل الجرح بسرعه جدا علشان ده مكان بيكون بيئه مناسبه ان الميكروب يتغذى فيها على جسمي. هل الخلايا بتاعت جسمي هتكون معدل سرعتها في الانقسام والتجدد بالصورة الطبيعية ولا هتكون بطيئة جدا علشان ما عندهاش طاقة؟ بطيئة. هتكون بطيئة. وقتها الجرح يتأخر في ان هو يقفل، وفي نفس الوقت الميكروب بيكون عنده براح وينشط، ويكون جسمي في الدفاع عن نفسه او القضاء عليه بطيء. فوقتها يعمل ايه؟ يتغذى على خلايا جسمي ويدمرها، يتغذى على خلايا الجسم ويدمرها، لحد ما يعمل صديد في المكان وتلف في الخلايا اللي هي اسمها ايه؟ غرغرينة دي. خلاص. حد يقول لي يا مس طب ما احنا لما نقطع رجله يبقى احنا كده زودنا طينة بلة، احنا كان عنده جرح بقى عنده حتة قد كده. طبعا موضوع عمليات البتر دي يعني هي عملية يعني ربنا يعفي كل منها، هي بشعة شوية، ان هو
بعدها بيعمل حاجه اسمها كي، ان هو بيقفل المكان ده بالحراره. بعد كده ما بنستناش بقى ان هو يلم لوحده، نعمل له حاجه اسمها كي كده، زي بيسيح المكان ده ويقفله بحراره، بحيث ان هو ايه يقضي على اي ميكروب فيه عن طريق الصدمه الحراريه دي، وفي نفس الوقت يقفل الجروح، ما نستناش ان هي تعمل ايه، تكون وتجدد وتعوض والكلام ده. خلاص طيب، ده كده بالنسبه للقدم السكري. عشان الناس اللي تتساءل هو ليه، يعني ايه علاقته بالسكر؟ طب ما هو عنده سكر كتير، ليه عنده مشكله في انتاج الطاقه؟ سكر كتير بره الخليه ملوش لازمه. انا عندي مصنع، عربيه المواد الخام واقفه قدام بوابه المصنع، هل المصنع هينتج؟ ها؟ لا، محتاجين لا. لازم العربيه تدخل جوه فين؟ جوه المصنع عشان ينتج. خلاص طيب، ده كده بالنسبه للبنكرياس ومرض البول السكري وايه الاعراض اللي بتظهر على الشخص. ناخد سكرين وهناخد المناسل، هتاخد 5 دقايق لان احنا كنا متكلمين عليها في الاف اس اتش والال اتش اصلا. سكرين. طيب دي كأننا بنراجع في المناسل، دي كأننا بنراجع. هرمونات المناسل. أول حاجة المناسل اللي موجودة في الذكر إيه، والمناسل اللي موجودة في الأنثى إيه. المناسل بتاعت الذكر قلنا إن هي التستس، والمناسل بتاعت الأنثى المبيض. تمام طيب، قلنا في هرمونات محفزة لمناسل الذكر بتيجي من الغدة النخامية، هرمونية إيه وإيه؟ ال اتش و اف اس اتش. اف اس اتش و ال اتش. كان الاف اس اتش يحفز تكوين الانيبيبات المنوية. الانيبيبات المنويه ونضجها، مما يؤدي الى تكوين او انتاج مين؟ حيوانات منويه. برافو عليك. طيب ال اتش كان بيأثر على ايه في الخصيه؟ الخلايا البينيه، كان بيخليها تفرز حاجه اسمها هرمونات مين؟ الهرمونات الذكريه وهرمونات الذكور. احنا بقى هنقول هرمونات الذكور دي دلوقتي. هرمونات الذكور دي اسمها الاندروجينات، مجموعه كده على بعض اسمها الاندروجينات. دول عباره عن هرمونين، اندروستيرون وتستوستيرون. دول وظيفتهم الاساسيه ظهور علامات البلوغ على مين؟ على الذكور. ووظيفة تانية حاجة اسمها نمو البروستاتا والحصتان المنويتان، اعتبروا الوظيفة التانية مؤجلة عشان انتوا مش عارفين ايه الأعضاء دي لحد ما تكون أول درس في التكاثر. خلاص؟ طيب أول درس في التكاثر في الإنسان يعني. ظهور علامات البلوغ على الذكور. لازم نكون عارفين ايه العلامات دي، مثلا زي ظهور اللحية، نمو اللحية، زي خشونة الصوت، زي نمو العضلات. كل ده عبارة عن ايه؟ علامات بلوغ. يجي بقى يسألني سؤال يقول لي الهرمون الذي يكون له تأثير على ظهور اللحية بصورة غير مباشرة، هل ال اتش ولا التستوستيرون؟ ال اتش، لأن هو حفز الهرمونات الذكرية المسؤولة عن ظهور علامات البلوغ. طيب الهرمون المسؤول عن ظهور اللحية بصورة مباشرة أو ليه تأثير على ظهور اللحية بصورة مباشرة؟ الأندروستيرون أو التستوستيرون. طيب الهرمون اللي ملوش تأثير خالص ولا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة ولا غير مباشرة على ظهور اللحية أو أي علامة من العلامات دول؟ الاف اس اتش. يبقى ده له تأثير غير مباشر على أي واحدة من العلامات دي. دول ليهم تأثير إيه؟ مباشر على أي واحدة من الحاجات دي، لكن ده ليس له إيه؟ تأثير على علامات الإيه؟ علامات البلوغ، بس تأثيره هيكون على مين؟ على إنتاج الحيوانات المنوية. قلنا وقتها ده تأثيره على كده حاجة اسمها الخصوبة. برافو عليك. خلاص؟ طيب نراجع ده. الاف اس
FSH كان بيأثر على المبيض بتاع الأنثى ويحفز حاجة اسمها تكوين حويصلة جراف. قلنا حويصلة جراف دي لما تنضج بتروح تكون داخلها ايه؟ تكوين البويضة. طيب قال لك بقى دي الحتة اللي احنا هناخدها بقى النهارده، تكوين حويصلة جراف. قال لك حويصلة جراف لما بتتكون بتفرز هرمون الاستروجين، ده بقى مسؤول عن ظهور علامات البلوغ على الأنثى. خلاص؟ طيب ال LH بقى كان بيروح يعمل ايه؟ انفجار لحويصلة مين؟ جراف. حويصلة جراف لما كانت بتنفجر كان يؤدي ذلك إلى تكوين ايه من بقاياها؟ حاجة اسمها الجسم الأصفر. الجسم الأصفر ده بقى هيروح يفرز البروجسترون. ده بقى بيعمل ايه؟ تنظيم التغيرات الحادثة في الجسم أثناء فترة الحمل. ايه هي بقى التغيرات دي؟ تنظيم التغيرات الحادثة. ايه؟ حد بيكلمني؟ طيب بصوا، ضافوا بقى في المنهج الجديد ميوت يا شباب. أميرة خلاص تمام. أميرة شكلها سقعانة وعايزة نعناع. خلاص طيب. ضافوا بقى في التغيرات الجديدة بقى إن أنا قلت لكم الجسم الأصفر بيطلع بروجسترون وحويصلة جراف بتطلع إيه؟ استروجين. ضافوا في المنهج الجديد إن الجسم الأصفر بيطلع برضو إيه؟ استروجين مع البروجسترون. بس نركز بقى، النسبة الأساسية أو الكمية الأساسية لإفراز الاستروجين طالعة منين؟ طالعة لإفراز الاستروجين طالعة من حويصلة جراف. بعد ما حويصلة جراف بتنفجر بيتم إفراز كمية من الاستروجين قليلة جدا. القليلة دي اللي بيفرزها جسم أصفر. وصلت معاكم؟ وصلت؟ يعني بصوا الكيرف بيبقى عامل ازاي؟ أنا مثلا عندي وليكن أنا هتكلم عن إفراز الاستروجين. الاستروجين كان عامل كده كده. الفترة دي كلها كان مسؤول عن إفرازه مين؟ حويصلة جراف. قال لك لما انفجرت حويصلة جراف قل بيتفرز كده. الكمية بقى القليلة، هو ما وصلناش للصفر بس في كمية قليلة، القليلة دي مسؤول عنها الجسم الأصفر. خلاص يا شباب؟ طيب عشان ما نتلخبطش. طيب البروجسترون بيعمل ايه؟ مسؤول عن التغيرات اللي بتحصل في الجسم أثناء فترة الحمل. طب ايه التغيرات دي؟ الطبيعي لما الأنثى تستعد للحمل أول حاجة في جنين هيتغرس في الرحم بتاعها. الجنين ده بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على بيجيله الغذاء عن طريق الأوعية الدموية اللي موجودة في رحم الأم. دي تعتبر كأنها الإمداد الغذائي بتاعه. يبقى أنا لازم أزود الغذاء، يبقى لازم أزود الإمداد الدموي دهوت، لأن هو أصلا الحاجة اللي هتوصل الغذاء للجنين. وطبعا ده هيتعرف بالتفصيل في الحمل اللي هناخده في التكاثر. يبقى زيادة الإمداد الدموي للرحم، الشعيرات الدموية اللي فيه، وزيادة الإمداد الدموي للغدة الثديية برضو. طب احنا محتاجين الغدة الثديية في ايه؟ مش الغدة الثديية دي بتستعد لإنتاج مين؟ لبن. طيب اللبن ده هو محتوي على غذاء من الأم صح؟ طيب الغذاء بتاع الأم بقى يوصل للبن ده ازاي؟ عن طريق الأوعية الدموية بتاعت الأم. تاخد الغذاء بتاع الأم وتروح تحطه في اللبن بتاع الجنين، يخرج اللبن للبيبي بعد كده لما يجي فترة الرضاعة وهو محمل بالغذاء بتاع الأم. مين اللي وصل له ده كله؟ الإمداد الإمداد الدموي. يبقى أنا كده أخدت 4 هرمونات يؤثروا على الغدة الثديية. للعلم الاستروجين من تأثيره من علامات البلوغ بتاعته نمو الغدة الثديية، نموها من الأساس، يعني هي ما كانتش موجودة قبل البلوغ.
يبقى احنا كده لما نيجي نركز كده، اخدنا في الغدة الثديية 4: استروجين، بروجسترون، ها، برولاكتين، وزيتوسين. يعتبر اول واحد هيشتغل عليها على حسب المراحل مين؟ لا، الاستروجين. استروجين يعمل لها نمو اصلا. هي قبل البلوغ ما كانش فيه غده ثدييه اصلا في الانثى، يعمل لها نمو. بعد كده يبدا يحصل لها امداد ايه؟ دموي عشان تستعد لتكوين مين؟ تستعد تكوين اللبن. يبقى يبدا يشتغل بعد كده مين؟ البروجسترون. بعد كده مين يخليها تبدا تكون اللبن؟ برولاكتين. بعد كده تيجي الرضاعه، ايه اللي يخرج اللبن؟ الاكسيتوسين. كده الفروقات الدقيقه ما بينهم هما الاربعه. ونتعود في فصل الهرمونات: كالسيوم، كبد، عضلات، غده ثدييه. كل اللي انا شفته في حته معينه، عظام، اللي اشوفه في حته معينه اروح اجيب ستيك نوت كده واكتب الكبد بيأثر عليها كذا وكذا وكذا ازاي بالظبط، علشان لما يجيب لي ايه يتشابه هرمون ده مع اي الهرمونات التاليه في تأثيره على الكبد مثلا، تبقى عارفه انه هرمون بالظبط. خلاص. طيب طبعا في الانثى هرمون تاني بيتفرز غير الاستروجين والبروجسترون، ده اسمه الريلاكسين. ده جاي من كلمة ريلاكس. يعني ايه ريلاكس؟ ارتخاء. ارتخاء ايه؟ قال لك يحدث ارتخاء لمنطقة الارتفاق العاني. منطقة الارتفاق العاني هي نقطة الاتصال بين نصفي الحوض. أول ما يحصل لها ارتخاء فبيعمل على نوع من أنواع الاتساع في منطقة الحوض، ودي علشان تسع بعد كده للإيه؟ للجنين. ارتخاء منطقة الارتفاق العاني، وده إفرازه بيزيد كلما اقتربنا إلى فترة الولادة. يتفرز منين بقى؟ من بطانة الرحم نفسها. بطانة الرحم نفسها. خلاص يا شباب؟ طيب وفي كمية قليلة منه جدا بتتفرز من الجسم الأصفر. يبقى أنا عندي الجسم الأصفر بيفرز إيه؟ استروجين، بروجسترون، ريلاكسين. بس مين الإفراز الأساسي؟ يعني إيه هرمونه الأصلي؟ بروجسترون. بيفرز قليل جدا استروجين بعد ما الحويصلة مالها تنفجر، ويفرز قليل جدا ريلاكسين في الفترة الأولى من الحمل، لأن احنا مش محتاجين منه كمية كبيرة، لأن ما ينفعش نعمل يعني ريلاكس لمنطقة الارتفاق العاني أو اتساع لمنطقة الحوض بزيادة علشان ما يساعدش في الإجهاض. وصلت؟ خلاص؟ طيب يبقى أنا أركز منطقة الارتفاق العاني دي عظام ولا عضلات؟ عظام الحوض. دي طبعا عظام الحوض. بس الاوكسيتوسين بيأثر على منطقة الحوض بس ايه فيها؟ عضلات الرحم. يبقى ركز، الاوكسيتوسين يأثر لي اي نعم على منطقة الحوض، بس ايه في منطقة الحوض؟ عضلات الرحم، ملوش دعوة بعظام. والريلاكسين يأثر لي على ايه تحديدا؟ عظام الحوض نفسها. وصلت؟ طيب كده مش باقي غير القناة الهضمية. القناة الهضمية مفيهاش غير 10 دقايق بالظبط بإذن الله. إن شاء الله ميعادنا السبت الجاي بإذن الله تعالى. هنحل الأسئلة اللي في كتاب التفوق الأول وبعدين اللي في كتاب الامتحان، لأن كتاب التفوق بتبقى فيه تريكات أتقل. هتحلوا انتوا وبعدين أنا آخد الأسئلة بتاعتكم وأحلها معاكم ونشوف فكرتها بتيجي إزاي، ولو في تريكات أنا هقولها. ده مضمون السبت الجاي بإذن الله تعالى. يوم الحد زي ما احنا متعودين اللي هو تاني يوم للحل الشامل بيبقى فيه امتحان شامل على فصل الهرمونات. بعد كده بإذن الله هنبدأ في فصل التكاثر، الفصل التالت. حد عنده أي استفسار؟ خدوا سكرين.